بسم الله، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في القناة. النهاردة ان شاء الله هنعمل ريفيو عن بايوديرما سيبيوم جيل كلينزر للبشرة المختلطة والدهنية. بس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب ودوسوا على زرار الجرس عشان كل الفيديوهات الجديدة توصل لكم. انا في الاول هقرا لكم اللي عليه اللي مكتوب على العلبة، وبعدين هوصف لكم تجربتي معاه وايه الكلام اللي اتقال عليه كمان. كده هنبتدي بقى في المنتج بقى في الريفيو بتاعنا. عايزه اقول ان هو البشره المختلطه والدهنيه. انا شركه بايوديرما دي شركه بصراحه انا بحبها، بالذات بحب الصن بلوك بتاعهم اللي هو الاس بي اف بتاعه 100 اكتر من ال50 مش وحش، بس ال100 احسن. بينشف الحبوب، هو فعلا بينشف الحبوب، بس هو عايز الحبوب اللي هي لسه بتتكون، مش اللي هي اوريدي موجودة بقالها فترة. لا، هو لسه وهي بتتكون. عارفين الحبوب اللي بتبقى مجمعة مادة بيضة كده، او بتبقى مجمعة، يعني لسه بتجمع مادة كده تخزنها عشان تبتدي تطلع الحباية. هو ده بينشف الحبوب دي وهي لسه يدوب بتطلع. بصراحة بينشفها وبيساعد ان هي تروح. انما لو الحباية موجودة او بقالها فترة، يعني لا، مش بيعمل لها حاجة، ده يعني عن تجربة يعني. لكنه الحبوب اللي لسه بتتكون حلوة قوي معاها. طبعا هو 200 ملي، كنت جايباه في عرض سان بلوك عليه الغسول هدية من صيدلية انور. كانوا الاتنين عاملين يعني 1400 تقريبا. هو الغسول ده بيجفف البشرة شوية، مش كتير قوي، بس شوية بسيطة، سنة بسيطة كده. بينظف الوش وبيسيبه، بس طبعا زي ما قلت لكم هو بيسيبه ناشف. فلازم ترطبي بعده، او ما تستخدمهوش كل يوم. يعني انا بالنسبه لي، بص، طريقتي في ازاله المكياج انه انا اغسل الاول بالغسول وبعدين استخدم المايسلر ووتر. يعني اول ما ادخل من بره على طول على الحنفيه الغسول، وعلى طول بالميه والغسول وامسح وشي، وبعدين بستخدم مايسلر ووتر او اي مزيل ميك اب عندك. وعايزه افكركم ان الغسول بنستخدمه بس عشان نتخلص من العوامل البيئيه اللي هي الغبار والاتربه اللي ممكن تسد المسام بتاعتنا. شركة بايدرما هي شركة فرنسية، بس الحلو في الغسول ده ان هو خالي من الصابون والبرابين ومناسب للبشرة الحساسة، وده فعلا حقيقي. انا بشرتي تصنف حساسة، فهو الحقيقة لا، ما سببليش اي حساسية، بالعكس كان مناسب جدا ليا. وحتى انا اوقات كنت بستخدمه كفيمينين ووش، بس ده يعني مرة في الاسبوع ولا كل اسبوعين ولا حاجة. يعني ما حسيتش ان هو بيأذيني باي شكل من الاشكال. لكن برضو ما انصحش ان انت تستخدمي غسول على البكيني من غير استشارة الدكتور. لكنه من ناحية التنظيف هو بينظف حلو جدا. طبعا زي ما شرحت، يمكن استخدامه كمزيل ميك اب عادي جدا. هو قوامه مش ليكويد، هو جل. اصحاب البشره الجافه ما يهوبوش ناحيه الغسول ده، لانه هيزود جفاف البشره. في حاجات تانية يعني ممكن تستخدميها للبشره الجافه بتكون احسن من دي، اللي هي ما بتجففش البشره. المفروض ان هو بيستخدم على بشره مبلوله منديه، يعني بتحطيه على ايدك وتفركي كده شويه وتعملي رغوه، وبعدين تستخدمي الرغوه دي في غسل وشك. يعني الكلام اللي انا هقوله ده يمكن ما يعجبش ناس كتير، بس احنا المفروض نستخدم الغسول مش كل يوم، مش صبح وليل كل يوم، ده كتير قوي على البشرة. يعني هي كفاية مرة واحدة بس كل يومين ولا حاجة. ايوه انا بقول كده، بقول لك اغسلي بشرتك كل يومين ولا حاجة او 3 ايام كمان بالغسول. والله انا اوقات بقعد بالاسبوع، بخاف جدا جدا احط منتجات على وشي، وانا مؤمنه دايما ان less is more. كل ما قلت المنتجات اللي انت بتستخدميها على وشك، كل ما كان ليها تأثير احسن، وهتمنع ضرر كبير. لانه الغسولات او المواد اللي بتحطيها على وشك، احنا في الاخر مش دكاتره، احنا في الاخر مستهلكين معرضين للتجربه والخطأ. فمع التجربه لو المنتج اثبت نجاحه خلاص، لو ما اثبتش نجاحه برضو خلاص. بس لازم تبقي عارفة ان كل ما كان الروتين بتاعك معقد، كل ما الضرر هيزيد على بشرتك.
الا اذا كان دكتور هو اللي وصف لك الروتين ده. لو انت عايزه يعني تعملي روتين، روحي للدكتور بالله يعمل لك الروتين اللي انت عايزاه. لكن مننا لنفسنا كده نستخدم المواد بشكل مبالغ فيه من غير حساب، يعني لا، ده مش صح ابدا. يعني زي ما بقول دايما، احنا مش بنسيق بلكونه. هي البشرة عارفة هي بتعمل ايه. هي البشرة عندها كده وسائل دفاع طبيعية بتقوم بيها في التخلص من الجلد الميت بصفة منتظمة. فما تقلقيش، الغسول بالكتير قوي لو انتي غسيل البشرة مهم بالنسبة لك هي مرة واحدة بس في اليوم، وتستخدميه كم مرة في الاسبوع، يا ريت يعني مرة او مرتين بالكتير. انا شخصيا زي ما قلت لكم بستخدم الغسول مره واحده كل كام يوم عشان انضف السطح الخارجي من الاتربه والغبار اللي ممكن يكون ليه اثر على وشي، واحمي بشرتي من الرؤوس السوداء، لان تراكم الاتربه دي في المسام هو اللي بيعمل الرؤوس السوداء دي اللي بتضايقنا كلنا. ممكن كمان هما اصلا قايلين كده عليه، ممكن استخدام فوم للحلاقه طبيعي لانه بيعمل فوم، فممكن تستخدميه يعني فوم للحلاقة. بص، هو السعر مرتفع نسبيا لو اشتريتيه لوحده، لكن لو اشتريتيه في عرض الصيدلية طبعا هيوفر معاكي جامد جدا، هيوفر مش اقل من 500 جنيه. لانك هتاخدي السان سكرين والمستحيل اي حد يستغنى عنه، ومعاه الغسول ده هدية. طبعا هو مش رخيص زي نيتروجينا وكلين كلير او الحاجات دي كلها، هو زي ما قلت سعره غالي نسبيا. هو بيعتمد في تركيبته على مواد زي الكوبر سلفيت، سلك سلفيت، ودي ليها خصائص مضادة للبكتيريا وبتساعد على تنظيم افراز الدهون بالبشرة. في مواد بتساعد على تنظيف البشرة بعمق وازالة الدهون، وهكتب لكم المصدر بتاع الفيديو ده في اللينك تحت ان شاء الله. صوديوم لوريس سلفيت ولاكتيك اسيد. وفي مواد كتلطيف للبشرة ومضادة للالتهابات. انا هكتب لكم اسماء المركبات دي على الشاشة عشان ممكن ما اكونش منطقها صح. هي على العموم مكتوبة كده: جينكيجو بايلوبا ليف اكستراكت. انا بصراحة مش عارفة يعني ايه. براءة اختراع شركة بايوديرمال DEF، ده بيزود من مقاومة وقدرة تحمل البشرة للعوامل البيئية والخارجية الضارة زي ما قلنا، خالي من الكحول والبرابين والصابون.